بعد يوم شاق صليت المغرب، خرجت من المسجد مباشرة، تريد الجلوس مع أهلك، تناول قهوتك، الاستلقاء، متابعة جديد مواقع التواصل، أو حتى ممارسة اللعبة المفضلة عندك، وفي ذهنك أنك أديت الواجب، صليت الفريضة صحيح، لكن ماذا عن النافلة؟ ماذا عن المنزلة التي كلنا يريدها؟ ماذا عن حتى أحبه؟ لنحافظ عليها دعني أحدثك عن فضلها. وهذا الحديث من صحيح مسلم عن النعمان بن سالم، واحفظ هذه الأسماء: عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. تريد الرجوع بسرعة للبيت؟ الله وعدك ببيت في الجنة مقابل عمل ربما يحتاج منك دقيقتين فقط. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. لنحافظ عليها لابد أن نعرف حال آبائنا، حال الصحابة والتابعين ومن تبعهم، حال سلفنا الصالح مع السنن الرواتب. ولا أجمل لتوضيحه من رواة هذا الحديث. أنا قلت لكم احفظوا هذه الأسماء. الحديث روته عن النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها، ورواه عنها عنبسة، وروى عن عنبسة عمرو، وروى عن عمرو النعمان. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. هذه خطوات عملية لنتمكن من المحافظة على السنن الرواتب. أما سؤال الحلقة: فما هي آكد السنن الرواتب وأكثرها أهمية؟